السلام عليكم خوتي خياتي، مرحبا بكم في وصفة اليوم. اخترت لكم هاد الحلوة الجافة اللي هي احسن مرافق لقهوة العشية ولا قهوة الصباح. تقطع كمية كبيرة. المقادير تاعها موجودة في كل بيت، اقتصادية، والاهم من هذا انها بزاف بنينة وتخرج لكم طبق الاصل كيما تاع المحلات. ما عليكم غير تجربوا هاد الوصفة، تبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. في غيسيبيون حطيت زوج بيضات، عندنا هاد الكاس المعروف تاع 240 مليلتر، حطيت كاس صغير باع سكر كريستاليزي اللي هو سكر عادي، والباقي كملته سكر غلاس مع رشة الملح اللي درتها في الاول. نضربو مليح بالباطوغ حتى يتضاعف الحجم ويذوب كامل هذاك السكر ويولي الخليط تاعنا لونه فاتح. ومن بعد نضيف عليهم 4 كاس تاع حليب بارد، نضيفه بالتدريج ونواصل الخفق. كي نكمل كامل الكمية مباشرة نضيف هذاك الكاس تاع الزيت، كاس يكون مملوء مليح بالزيت، نضيفه بشوية ونخلط حتى نتحصلوا على قوام يكون شوية ثقيل. بعدها نضيف عليهم عطر الكراميل، عندي لاباطاغوم تاع الكراميل هو اللي يعطينا هذاك الذوق كيما تاع المحلات. تقدروا تزيدوا معاه ملعقة صغيرة لافاني اللي يحب الحلوة تاعو تجي منسمة. بعد ما خلطت مليح مليح صايي هنايا نحبس الباطوغ ونروح نضيفو باقي المكونات الجافة. عندنا نص كاس مايزينا، نزيد عليهم ملعقة صغيرة تاع كاكاو بني، وعندنا ملعقة كبيرة تاع أكل لحظة ولا حليب غبرة. نضيف عليهم ملعقة صغيرة خميرة كيميائية وملعقة صغيرة بيكربونات. بالنسبة للحظة تقدروا تستغناو عليها في هذه الوصفة، يعني ماشي ضرورية لأنه درنا الحليب في الأول، ولكن اللي عندها ديرها أحسن لأنه تزيد لنا في البنة تاع هذه الحلوة. والكاكاو اختاروا نوعية جيدة اللي تكون فيه ريحة الشوكولا باش يعطينا هذيك لا كولور، وكما نعرفوا الشوكولا تتماشى مع الكراميل. وبعد ما كملت خلطت كامل هذوك المكونات نبدا نجمع بالفارينة. هنا استعملت زوج كيسان كما راكم تشوفوا. انا عبرت لكم بالكاس باش يكونوا مقادير مضبوطة، وطبعا الكاس اللي عبرنا به في الاول هو اللي نعبروا به كامل المقادير. نزيد الكاس الثالث ونخلط مليح حتى تدخل هذيك الفارينة كامل في لاباط. في الاول نخلطوه غير بسباتول هكذا حتى تولي لاباط تاعنا القوام تاعها ثقيل باش نقدر نستعمل يدي وتجيني الخدمه سهله. ونزيد الكاس الرابع نضيف بشويه ونشوف، هنا نبدا نستعمل يدي احسن باش نعرف القوام تاع العجينه، انه ما لازمش نشفها مليح. دوك نوريكم القوام ونقولكم شحال دات لنا الفارينه اكزاكت. كما راكم تشوفوا راني نجمع فقط مانيش نعجن، ونضيف الفارينه بالتدريج. كما قلت لكم لاباط تاعنا لازم تكون طريه، تكون شويه تتلاصق في اليد. هنا تقريبا راهي واجده، نزيد لها فقط رشه خفيفه باش نقدر نجمعها بهذا الشكل. سيبون راهي واجده. شوفوا واش بقالي من الكاس الرابع، يعني استعملنا 3 كيسان ونص في هذه الوصفه. ونروح نخدموا لاباط تاعنا مباشره بلا ما نخليوها تريح. نجيب كيس بلاستيكي نرشو بالفارينه، نحط جزء من العجينه ونفتحها بالحلال. ما لازمش تكون رقيقه بزاف، نديروها بسمك متوسط باش الحبات تاع لي غاليت تاعنا يجيو شابين. ومن بعد نجيب امبورط بياس دائري يكون كبير ونقطع دوائر، ومن بعد نحي هذوك الزوائد تاع العجينه ونرفد الكيس بلاستيكي ونقلب الحبه هكذا في يدي ونحطها في صينيه تكون مدهونه بالزيت. ولا شفتوا لاباط تاعكم طريه بزاف وما قدرتوش تتحكموا فيها، رشوا مليح الفارينه في الكيس بلاستيكي وزيدوا رشوا العجينه من الفوق وحلوها عادي. بعد ما نكمل كامل الكميه نجيب صفار بيضاء نديرلو ربع ملعقه صغيره كاكاو بني، نزيد عليهم ملعقه صغيره قهوه وملعقه صغيره حليب وشويه لافاني سائله ولا بودره، ونخلط مليح وندهن بهذا الخليط كامل الحبات تاع لي غالات. وكي نكمل كامل الكميه نجيب فرشيطه وندير خطوط بهذا الشكل باش كي يطيبوا يعطيونا شكل شباب. ونحطوا الحلوى تاعنا طيب في فرن مسخن مسبقا على 180 درجه حتى نشوفوها تثبت اللون الذهبي من التحت، ومن فوق ماذا بكم تحمروها مليح باش تجيك خستيه.
وبعد ما يطيبوا هذه هي النتيجة. شوفوا كيفاش يضاعف الحجم تاعهم ويجوا بيان دوغي من فوق. فقط خليوهم يطيبوا بعقلهم باش ما ينحرقوش. نروحوا نكملوا مع بعض الكروكي. العجينة اللي بقات لي نروليها ونديرها على شكل حربوش ونحطها في صينية تكون مدهونة بالزيت ونبسطها بيدي فقط، يعني نعطيها سمك متوسط كما لي قالت، ما تكونش رقيقة بزاف وما تكونش خشينة بهذا الشكل. ونكمل ندهنها بهذاك الخليط تاع صفار البيض، وفي الاخير نديرها خطوط بالفرشيطة كما درنا في لي قالت، نفس العملية، وندخلها طيب على 180 درجة حتى تكسب اللون الذهبي. فوالا خبزة الكروكي هذه هي بعد ما طابت. نخليوها تبرد شوية ونقطعوها بالسكين بهذا الشكل. رايحة نوريكم الحبة كيفاش جاتنا من داخل. تجي روعة البنات، تجي هشيشة وكروستيون من برا. نتمنى تجربوا هذه الوصفة لأنه مضمونة وناجحة 100%. فقط التزموا بالمقادير. أنا هذه العجينة نسميها العجينة السحرية لأنه نخدموا بها عدة وصفات، الكروكي لي قالت لي بتي فوق. فقط نقول لكم إذا وصلتوا لهذه المرحلة من الفيديو متنسوش تدعموني بجيم وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش هكذا يلحقكم جديد الوصفات اللي نحطهم. نقول لكم تهلاو في روحكم ومع السلامة.